إذا عاصفة مطرية ضربت منطقة ريف إدلب اليوم. نحن الآن في مخيم العين في ريف إدلب، وتحديدا في منطقة سهل الروج. الأضرار في هذا المخيم كبيرة. في الحقيقة مئات العائلات أصبحت بلا مأوى وتشردت بعد العاصفة التي اجتاحت هذا المخيم. كما تشاهدون الطريق الواصل في هذا المخيم انقطع بسبب غمره بالمياه. سنلتقي مع الأهالي هنا في هذا المخيم لنعرف ما هي أوضاعهم بعد هذه العاصفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لنا شلون الاوضاع بعد العاصفه اللي صارت. والله يا أخي صارت العاصفة سيول غزيرة. آه، أمطار جت بشكل مفاجئ يعني، أدت إلى غمر المخيم بالمياه. العالم طلعت يعني بنفسها بروحها، فقط اللي عنده ولد اللي عنده بنت اللي شال، اللي الناس اللي خارج أهل الضياع ساعدت. طلعت فقط على المكان العالي أو على الضيعة. بعدين اجت فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، ساهمت بنقلهم إلى المدارس والمدارس وتأمينهم حتى الآن. ال- ال- الاهالي اللي بهذا المخيم وين راحوا؟ يعني وين راحت بعد ما غمرت المياه الخيام؟ بعد ما غمرت المياه كلها خرج على مكان عالي، انه بس ما يتصلوا المي، وتركوا كل شيء يعني، بس بنفسه وطلع بروحه فقط ال- يعني. ما الاضرار اللي الله، صارت بالمخيم شو حجمها تقريبا؟ والله اضرار كبيره. المخيم بالكامل انغمر من الماء، يعني ما في اي شيء يعني تطلع منه الناس او تتقوى فيه. حتى اهل الخير يعني في المدارس والغرف فقط، ولا انه المخيم بالكامل تم غمره بالمياه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حجي حضرتك من سكان المخيم كمان؟ أيوة. احكي لنا شو صار عندكم. والله الأخ، وإحنا قاعدين ها خيو المياه ها خيو جت من الطرق ومن الجبل ومن تعبت الخيم ها خيو، طلعت العالم ها خيو تتراكب. مصلخ الله وكيلك ها خيو، ما حد طلع لو اقول لك زي مخدي او بطانيه او طلع اكل او طلع شيء. وهذا اللي صار علينا الله وكيلك. نطلب من الجهات المعنيه ها خيو بيصرفوا لنا هالمي، يضبطوا لنا ها خيو هالوضع هذا وساعدونا، وكثر خير الدفاع المدني ورئيس المخيم والمنظمه كلياتها والشرطه وكلها ساعدتنا، الله يوفقهم ها خيو بهالشيء اللي غاموا به. الاهالي اللي ساكنين بهذا المخيم وين راحوا؟ والاهالي ها خيو اللي طلع في خيمه ماكله فوق بالظهر طلع، وراحوا على المدارس وراحوا على العدوان وناس على الكنيسه، وهذا اللي صار الله وكيلك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك الله يسلمك. اذا الاضرار هي كبيره في هذا المخيم. يعني مئات العائلات اصبحت بلا مأوى بعد العاصفه المطريه التي اجتاحت المخيم. تشاهدون يعني بالكاميرا لو يعني الخيام قد جميعها قد غمر بالمياه. الان وصلت فرق الدفاع المدني لتفقد الأهالي في هذا المخيم. فرق الإنقاذ وصلت إلى المخيم كما تشاهدون. يعني العائلات ترافق فرق الدفاع المدني لنقل هذه الأضرار التي هي من المخيم. يعني الصورة تبدو واضحة أمامكم. أنس العبد من مخيم العين في ريف إدلب.